المدينة دي محدش بيزورها مع إنها واحدة من أكتر الأماكن اللي عجبتني في المغرب. مدينة قريبة من البحر، قريبة من الجبل، وفيها سحر أندلسي محدش بيحكي عنه، لدرجة إن واحد من أهلها قال لي أنا بقالي 6 سنين ما شفتش مصريين هنا. حبايبنا المصريين. أهلا بيكم في تطوان، الحمامة البيضاء. المدينة دي جميلة ومريحة بشكل مش طبيعي، هتدخلها تحس انك ماشي في متحف مفتوح. اكتر حاجة شدتني فيها هي المدينة القديمة، مدينة معمولة كلها على تل، كل ما تطلع لفوق تلاقي نفسك ماشي في شارع اضيق واجمل. هنا كل باب عليه نقشة، وكل حي ليه ريح، وميادينها مبهرة تتوه فيها. تطوان متربعة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومستغربتش لما عرفت لانها فعلا مركز للثقافة والفن. كان معانا جايد من تطوان لف بينا شوارعها كلها، ياخدنا من شارع لزقاق ومن حكاية لحكاية لحد ما اكتشفنا ان احلى حاجة هناك هي الناس. انت بتحب مصر؟ وي بزاف. هي مش مدينة سياحية بالمفهوم التقليدي، ويمكن ده سرها إنها لسه محافظة على روحها. قولوا لي بقى، هتحطوا تطوان في الليستة بتاعتكم لما تروحوا المغرب؟ بصوا الشوارع عامله ازاي. المغرب تفاجئني.